عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا بوتاجاز جديد بسم الله ما شاء الله، يونيون اير التاتش الحديث ابو شواية دوارة. الكنترول الحديث. الكنترول يعني ايه كنترول يا جماعة؟ يعني جميع العيون ديت فيها امان زي اي بوتاجاز، لكن دي مختلف عن البوتاجازات التانية. ليه الاختلاف؟ الاختلاف ان انا لو عامل البوتاجاز فيه ادي 1 2 3 4 5 5 عيون للامان الكامل. 5 عيون للامان الكامل ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو انا شغلت بالاشعال الذاتي اهو البوتاجاز هيشتغل، لكن لو شلت ايدي هيفصل ليه يا جماعه؟ علشان الكنترول فاصل البوتاجاز عشان عبث الاطفال لو فتحهم او شغلهم ما يشتغلش الا ما يشتغل على الاون كده اهو. كده البوتاجاز يشتغل يا جماعه. طبعا بيشتغل كده يبقى انا فاتح صمام الغاز وعايزه يشتغل وبرضه في امان كامل ضد عبث الاطفال. طيب لو انا عايز اشغله بالوقت بشغله من الجهه اليمين 10 دقائق 20 دقيقه نص ساعه 40 دقيقه 50 دقيقه 60 دقيقه 70 دقيقه الى ما لا نهايه الى 90 دقيقه. طبعا يا جماعه البوتاجاز مش حديث كده وخلاص، لا، اوبشن عالي جميل بسم الله ما شاء الله، وزجاج حراري ضد النار. بس طبعا اللي ضد النار ده ممنوع الكسر، ممنوع الهد، ممنوع اي حاجه عليه تقع عليه على انه ممكن يتكسر. لكن في بوتاجاز نفس الامكانيات والاوبشن برضو بيبقى استانلس. طبعا بوتاجاز جميل بسم الله ما شاء الله، وهنوريكم اهوت زي ما انا ما قلت. طالما هفتح الاون اشتغل على البوتاجاز اهو كده، بشيل ايدي ما بيفصلش، بيشتغل العيون كلها، كل العيون دي نفس النظام. لو انا عملت قفلت كده العين خلاص كده في تكة فصل الامان. كده البوتاجاز بسم الله ما شاء الله مصلى على حضرة النبي كله فيه امان. حتى الطفل مش معقول هيمسك المحبس ده ويشغله لانه هو تقيل على الطفل، لكن ده ممكن يبقى سهل على الطفل. لو عمل كده مش هيطلع غاز ان شاء الله، ومش هيشتغل ومش هيولع. حتى لو ولع مش هيفصل باذن الله. ليه؟ لان ده مقفول، الكنترول بتاعه مقفول، زي كأن فاصل الكهرباء عنه، لكن الكهرباء موجوده، لكن الكهرباء موجوده ماشي فصل. تعالى كمان البوتاجاز بسم الله ما شاء الله ايده مذهبي وزجاج حراري بسم الله ما شاء الله، ويونيون اير التاتش الاصلي. يونيون اير التاتش الاصلي الزجاج حراري. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا معروف اللمبة اهي في اللوحة، زائد الشواية اللي انا قلت عليها قبل كده اللي هي الدوارة ماشي. هنشغلوها اهي، بس بوريها لكم عشان ايه تبقوا عارفين ان هي تشتغل ازاي. اهي شغاله اهي، محطوطه فيها السيخ. وطبعا بتستخدم برضو بسيخين شوايه، ديت بتطلع وبيركب السيخين الشوايه، واحد شمال وواحد يمين، لانها فيها 2 موتور. بوتاجاز واسع جدا بسم الله ما شاء الله من جوه، وزجاج دبل حراري مرسوم، ادي 1 وادي 2 من بره، زائد بلور هواء داخلي اهو، وساده هوائيه داخليه لتبريد الجهاز. والشوايه والفرن هي الحاجه الوحيده بس ده لزياده الامان. طبعا كل شركه بتعمل تخصص في العمل بتاعها. ان زياده الامان الجريل والفرن مع محبس واحد. طبعا في ستات البيوت تقول لا، لو يعني يا ريت لو كان محبسين، يبقى محبس شمال ومحبس يمين ده يشتغلوا مع بعض، لكن ده كل شركه بتنزل تصميم امان بطريقتها هي. يعني ممكن يبقى ميزه او ممكن يبقى عيب حسب استخدام ست البيت. الفرن بيشتغل على الشمال برضو بالتاتش، والشوايه بتشتغل على اليمين برضو بتاتش الاشعال الذاتي، وكله بيشتغل يا جماعه بسم الله ما شاء الله. وبوتاجاز بالصلاه على حضره النبي يعطيكم خيره ويكفيكم شره، اللهم امين. ولو في اي مشكله اي حاجه في التعليقات في الكومنتات تقولوها لي، وان شاء الله ارد عليكم فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.